السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أكلة ووصفة سهلة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هعمل معاكم النهاردة المكرونة بطريقة حلوة قوي، سهلة وسريعة ومش هتاخد معانا وقت خالص، كمان طعمها حلو قوي، هتمشي معانا في غدا أو في عشاء. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول ونشوف هنعملها ازاي. معايا حلة على النار، حطيت فيها شوية من الزيت وشوية من السمنة، هنسيبهم يسخنوا كويس قوي. بعد كده معايا حلة تانية حاطة فيها مية على النار بتغلي، هفضي فيها كيسين من المكرونة ومعلقة من الملح. بعد كده هنخليها بقى على نار متوسطة وهنغطي على المكرونة لحد ما تتسلق. بعد كده هاجي بقى للحلة التانية، خلاص كده السمنة والزيت ساحوا معايا كويس قوي، هنزل عليهم ب3 معالق كبار من الدقيق. هنقلبهم كويس بقى مع الزيت والسمنة لحد ما الدقيق يبتدي يتحمص معايا. هنزل عليه على طول بقرنين من الفلفل الأخضر ونص قرن من الفلفل الأصفر وشوية من الفلفل الأحمر. هنخلطهم بقى مع بعض كده بسرعة. طبعا اللي حابب يشوح الأول الخضار ده في الزيت قبل ما يحط الدقيق يعمل كده، بس أنا حطيت الخضار بعد ما حطيت الدقيق عشان الخضار يفضل محتفظ بشكله وبقوامه. احنا مش عايزين الفلافل دي تدوب، احنا عايزينها تفضل محتفظة كده بشكلها. بعد كده هنزل بحوالي 3 كوبايات من الشوربة و3 كوبايات من اللبن، وهنقلبهم بقى مع بعض. في الوقت ده بنبقى طافيين النار علشان الدقيق ما يكلكعش مننا. كل حاجة بعد كده هنعملها على البارد، وبعد ما الدقيق يدوب كويس قوي هنرجع نشغل عليهم النار. هنسيبهم بقى لحد ما يلفوا مع بعض ونوصل بقى للقوام المناسب. احنا عايزينه قوام وسط كده، مش تقيل. وطبعا قبل ما يغلي معانا هنزل عليهم بمكعب من المرق علشان يدوب كويس. بعد كده هنزل برشة من الفلفل الاسود، وهنقلب بقى الكلام ده كله مع بعض قبل الغليان. في الوقت ده طبعا انا ولعت النار وهنسيبها بقى تغلي لحد ما نوصل بقى للقوام المناسب. احنا عايزينه قوام وسط، ما يبقاش تقيل. لو حسيتي ان هو تقيل زيادة عن اللزوم زودي لبن او شوربة. في الوقت ده هنشيل الغطا من على حلة المكرونة وهنديها تقليبة علشان ما تلزقش في بعضها. بعد كده هنغطي عليها تاني ونسيبها تكمل سليق. هندي بقى البشاميل تقليبة كده علشان ما يكلكعش مننا. اول ما يبتدي يلف خلاص كده بقى انا هاخد المكرونة اصفيها. بعد كده هنرجع بقى للبشاميل تاني وهنقلبه لحد ما يبقى لافف معانا بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. احنا عايزين القوام اللي هو الوسط اللي انتوا شايفينه ده، يعني لا هو خفيف قوي ولا هو تقيل، حاجة وسط كده. بعد كده كان عندي بقى مفروم مجهزاه وحطاه مستوي في الفريزر، طلعته وفك وحطيته. دلوقتي هسخنه بس هياخد غلوتين كده بعد ما فك، وهنضيفه على المكرونة. طبعا دي لحمة متعصجة جاهزة بالبصل بالثوم بتاعها بكل حاجة بالتوابل بتاعتها، مش ناقصها اي حاجة خالص. دي معمولة جاهزة ومتفرزة في الفريزر، يا دوب طلعت فكت وسخنتها. بعد كده هقلبها بقى على المكرونة على طول. دي ميزة بقى ان احنا نبقى عاملين الحاجة ومجهزينها في الفريزر، وقت ما نحتاجها ونطلعها ونعملها على طول. هنقلبها بقى كويس كده في المكرونة بعد ما صفيتها، وطبعا هندوقها ونظبط الملح بتاعها تاني، لو لقيناها محتاجة هنزودها شوية. بعد كده هنصب عليها بقى البشاميل اللي بالخضار بتاعنا وهنقلبه. طبعا ده هنبقى مولعين على نار هادية خالص زي الشمعة كده. هقلب بقى الخضار كله كده مع بعضه مع البشاميل والمكرونة. والأكلة دي بتتغرف سخنة كده على طول في ساعتها، يعني ما ينفعش تعمليها وتركنيها، يا دوب تشيليها من على البوتاجاز تغرفيها وتقدميها على طول. دلوقتي زي ما انتوا شايفين انا شلتها وهحطها بقى في طبق التقديم كده بسرعة عشان تتقدم وهي سخنة مولعة.
مش عايزة اقول لكم بقى المكرونة كده مع صوص البشاميل وهو سايح مع اللحمة المفرومة والخضار، بجد ريحتها بتبقى حلوة قوي، طعمها حلو قوي، شكلها حلو قوي. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها، وبألف هنا وشفا.